اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ايوب، وان شاء الله اليوم غادي نهضر لكم على واحد جوج ديال الادويه اللي مهمين بزاف، خصوصا بعد الولاده بالنسبه للنعجه. فان شاء الله غادي نهضر لكم على ايفوميك تي، وغادي نهضر ان شاء الله على تيراميسين. فبالنسبه للاخوان الايفوميك تي اللي هو راه مضاد للطفيليات سواء الداخليه سواء الخارجيه، راه كيعاون بزاف، كيحارب ديك الديدان اللي كتكون اللي كيتسببوا في الضعف ديال النعجه، وخصوصا بعد الولاده الاخوان راه النعجه كتضعف. الا لاحظتوا داكشي راه كيكون ناتج سواء على الطفيليات الداخليه ولا الخارجيه، ولا سواء يكون عندها التهاب. طريقه الاستعمال الاخوان ديال الايفوميك تي راه كتعطى من تحت الجلد، وضروري تكون جرعه محسوبه، يعني خصك تعطيها الجرعه ديالها. يعني بالنسبه للجرعه اللي كنعطيها انا راه 1 مليم في 50 كيلو. 1 مليم بالنسبه لي انا كنشوفها كافيه، حيت دواء كونسونطري بزاف. بالنسبه للتيراميسين اخوان راه غني عن التعريف. جميع الفلاحه دابا تقريبا كيعرفوه وكيخدموا به، حيت الاهميه ديالو كبيره وكبيره بزاف. التيراميسين راه مضاد حيوي كنستعملوه بزاف الاخوان في الالتهابات. راك عارف، يعني كتعرفوا النعجه ملي كتولد يكونوا التهابات، يعني خصوصا اذا كانت الولاده صعيبه فيها جروح، فالتيراميسين تيكون ضروري. الاخوان كنصحكم تتابعوه حتى هو، يعني النعجه اللي ولات ديك تيراميسين ما تخسر والو، يعني هاد الدواء هذا راه لا منفع ما يضر. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو الاخوان راه 1 مليم في 10 كيلو. المتوسط اللي كنعطيه انا بين 4 و 6، هو المتوسط اللي كنعطيه. وبالنسبه الا كانت شي وحده مريضه في الضرع ديالها ولا هذا، كما شفتوا في واحد الحاله عندي في الفيديو، التيراميسين مخير الالتهابات ديال الضرع برا مخير. الخريف الاخوان راه الا تزاد الصباح هذه الا دخلتو مازال تا حسيتو الشام مزيان. الام ديالو ها هي جايه عندو. غادي نحاول نخدم معاها دابا نيت. غادي نعطيها تيراميسين في اللحم، كتدك في اللحم. وبالنسبه للايفوميك تي راه بحال المراره كتدك في تحت الجلد، وكاين المراره اللي كتدك في اللحم. هي هذه الايفوميك هذه كتخدم في الجلد. وكنصائح اضافيه الاخوان، راه مهم وضروري تهتموا بالنظافه ديال المركب ديالكم، ديال الكوري وديال الحظيره، وكذلك توفروا لهم واحد العلف اللي يكون غني بالبروتينات والفيتامينات. راه كما شفتوا الخلطه اللي كنعطي فيها مجموعه الاعلاف، يعني السكالي بالحليب، كوكت السوجه، نخاله، ذره، فول، الشعير، فرينه، الشمندر. كنعطي لهم سيلاج والتبن وكنخلط وكنعطيهم، موراها مباشره كنعاود يعني اون فوا كيسالي وكنعاود نعطيهم التبن مطحون باش يشبعوا. وكذلك في العشيه يعني كنعلف صباح وعشيه، والتبن كنعطيه 2 المرات. فالفراج للاسف تسالا، كنعطي دابا حاليا غير التبن فرينه، ومازال عندي شي شويه الحمص، هو غادي نعطيهم التبن الحمص. الفراج مهم ليهم الاخوان، والقصيل شويه الزيار ما عنديش فين نخرجهم حاليا يرعاو، الله يرحمنا الاخوان. وكذلك السي ام في ما تنساوش في الخلطه العافيه الاخوان، راه مهم ومهم بزاف. الا بغيتي النعجه يعني تسترجع القوه ديالها بسرعه، يعني حاول تهلا فيها. واخيرا اخواني، لو كان عندكم شي سؤال ولا استفسار على الاستعمال ديال هاد الادويه خليوها لي في الكومنتير، وان شاء الله رانا نحاول نجاوب كل شيء. والله المستعان اخوان، اللهم يسر وتعسير، اللهم بارك.